ورجعنا لكم مرة أخرى. ومن سنة ونص أو سنتين كده مباراة الزمالك وبتروجيت في السويس، أحمد شعبان جاب جون رائع جدا وفي المقص وبتروجيت كسب. تم طرد أحمد غانم سلطان بعد نهاية المباراة. بعد نهاية المباراة محدش طلع قال لنا بقى في الكوريدور هو بياخد دش وهو معرفش ايه. المهم تم ايقاف احمد غانم قد ايه؟ مباراتين بعد نهايه المباراه. ما حدش قال لنا القانون بيقول لا ما فيش طرد، ما حدش قال الكلام ده. المهم ان تم ايقافه مباراتين. احمد عيد اتكتب فيه تقرير بعد نهايه المباراه خد مباراه واحده. نرجع تاني للي حصل في مباراه الزمالك واتحاد الشرطه. ادي هدف 1-0 بتاع الراجل. بعد الماتش اعترض على الحكم اداله طرد وخد ايه؟ وخد مباراتين. ده احمد غانم. الله اعلم، مش عارف ليه المره دي احمد عيد خد مباراه واحده. انا بديكم مثال اهو، مقارنات يعني. ولكن انا عايز اقول حاجه، مباراه الشرطه او مباراه الزمالك والشرطه لازم نقر ان الكابتن ابراهيم حسن اخطا خطا كبير جدا. لانه اولا لعيب كبير، لانه اولا مسؤول في نادي الزمالك منسق العام. مش هو اللي يعمل كده مهما كان استفزازات محمد ابراهيم. على فكره عايز اقول لكم معلومه بس، من لجنه الانضباط تم ايقاف محمد ابراهيم حتى نهايه الموسم. تم ايقاف محمد ابراهيم المدرب العام حتى نهايه الموسم. علاء علي المدلك ده جري ورا هذا المدلك المحترم لفريق اتحاد الشرطه، جري وراه وضربه في راسه كده بالراحه. مش عارف الدنيا اتقلبت بقت تعويره ودم وحاجات غريبه كده، الله اعلم. الراجل بيجري اهو 100 100 ما فيهوش حاجه. المهم يعني اخطا حازم امام خطا كبير جدا، انه يعمل الكارت الاصفر من ايد كابتن توفيق السيد وهو لسه صغير السن. عيب، ولازم يتخذ عقاب، وعقاب قاسي جدا. قد اكون موافق على العقاب 8 مباريات كخالد الغندور. انا بقول كابتن ابراهيم حسن اخطا، علاء علي مهما حصل اخطا، دي كانت قصه. ولكن هل ممكن يكون في فعل من غير رد فعل؟ انا دلوقتي اعرف واحد مثلا زي علاء علي مثلا، ادي طبعا ما ينفعش اللي بيعمله حازم امام ده، ولازم يتعاقب، ولازم لجنه المسابقات تاخد قرار ضده. تمام؟ كل ده سليم 100%. الناس دي اخطأت ولازم تتعاقب. انا بقول اهو، هات لي الكاميرا عليا يا وائل. الناس دي اخطأت ولازم تتعاقب. وهقول لكم مثال، علاء علي مثلا. علاء علي المفروض بعد الماتش لا الا يروح يتخانق مع الحكم لانه من وجهه نظره ظلم الزمالك، لا الا يروح يتخانق مع لعيبه عمل حركه وحشه معاه وهو بيلعب، ضايقه شتمه في الملعب، يروح يضرب اللعيب. لكن هيروح للمدلك ليه؟ هو المدلك بالنسبه له ايه؟ هيروح له ليه؟ ما اكيد المدلك ده عمل حاجه، عشان كده علاء علي فجاه جري وراه. هو هيجري وراه من غير ما يعمل له حاجه خالص؟ فجاه كده يروح تك، روح جري. ايه ده؟ المدلك اهو هضربه. يعني ايه المنطق؟ احنا بنفكر بالعقل. كابتن محمد ابراهيم يعني بيقروا الناس، انا لا اقر، بيقروا الناس انه عمل كارثه. معانا الكارثه هو خارج. انا شخصيا بقول لهم ما اقدرش اجيبها. وائل بيقول لي مش باينه، وائل همام مخرج مش باينه. قلت له برضو ما تجيبهاش، لان انا مهما باينه مش باينه مش هدخل حاجه فيها قله ادب عندنا في البرنامج هنا. المهم ان لجنه الانضباط شافت انها اشارات خارجه وتم ايقافه لنهايه الموسم بسبب الاشارات الخارجه. يبقى محمد ابراهيم ده عمل حاجه واستفز الجماهير، بناء على كده نزل كابتن ابراهيم وعمل كده. هل ده يصح الكابتن ابراهيم يعمل كده؟ ما تجيبهاش يا وائل. ما كملش، هو خارج. وهتشوفوا ان هو خارج بعد ما عمل كده الطوب اشتغل. طب ما هو الطوب اشتغل ليه؟ ما واحد عمل حاجه فالناس استفزت من فوق، راح راميين الطوب، راح جريوا. ما هو مش معقول هيرموا فجاه. كل ده خطأ. في مقولة لذيذة قوي بقى في فيلم اسمه واحد من الناس للنجم كريم عبد العزيز. النجم كريم عبد العزيز ده صديقي وصاحبي واهلاوي جدا، وانا بحبه جدا جدا، وفيلمه الاخير ولاد العم تحفة. بيقول المقولة ايه؟ بيقول لي هو ليه، وكان متضايق قوي من جواه وشايل من جواه، يقول ايه؟ هو ليه في ناس لما بتغلط بتتعاقب،
وفي ناس لما بتغلط ما بتتعاقبش. سبحان الله. انا اعرف ان الاعلام المحترم هو اللي يقول على الخطأ خطأ، ويقول على الاخلاق اخلاق، ويقول على الغلط غلط او الصح صح، ويقول على الاخلاق المحترمه حاجه كويسه. لكن اذا كان احنا اعلامنا متلون، واعلامنا على حسب الدماغ، اذا كان الاستاذ مانويل جوزيه المحترم اللي طلع قلع الجاكيت وعمل حاجات بذراعه، طلع بعض الاخوه الاعلاميين المحترمين اللي قال له براحتك يا جوزيه براحتك، واللي طلع قال اصل الراجل اجنبي يا جماعه، لا يعرف العادات والتقاليد بتاعت مصر يا جماعه، العادات والتقاليد، لكن الاخلاقيات لا، ما لهاش دعوه بالاخلاقيات والحاجات دي، عادي جدا، مفيش اي مشكله، مفيش اي مشكله، اعمل اللي انت عايزه يا جوزيه، اعمل اللي انت عايزه يا جوزيه. خد عقوبه 4 ماتشات، لكن حد يقدر يوقفه نهايه الموسم؟ والاعلام يطلع يقول الاخلاق جميله، ساعتها الاخلاق حلوه وجميله جدا. وحتى بعد ما كسبنا ماتش الجزائر يطلع احد الاعلاميين يقول لك احنا ما كسبناش 1 ولا 2 لا 3، وانتوا عارفين اللي حصل على الاعلام وسط الناس كلها. معقوله يا جماعه؟ معقوله ده اعلام؟ وفي الاخر خالد الغندور هو الراجل اللي منحاز بطريقه مش طبيعيه، صح، اللي بيجيب كل الحالات. تعال نشوف اللي انا بطالب من 1.5 سنة، واللي كلام اللي انا كنت بقوله دايما ومصر عليه وبتشتم عليه كل الناس بتقوله دلوقتي. يا عمي يا عمي يا كبير يا نادي يا اهلي، ما تكبرش الموضوع، ما تقولش انا عايز حكام اجانب، ما تقولش ان في مؤامره ضدي، لان في حاجات ليك وحاجات عليك. لا، اما النادي الاهلي يخسر من النجم الساحلي هنا في نهائي افريقيا، يطلع الدكتور علاء صادق يقول على العرجون مرتشي. وما النادي الاهلي يفوز في الصفاقسي رغم ان كوفي كوتشا لغى هدف واوفسايدين، علاء صادق ما يتكلمش عليه. النهايه احنا بنقول حق ربنا، زي ما كنا بنقول على الجزائر ما كانوا بيقولوا علينا ان الحكام بتوع ماتش زامبيا لغوا جون هدف صحيح 100%، سوري بتاع رواندا، رحت انا طالع لهم اقول لهم الله هو انتوا بتنسوا؟ طب ما زامبيا اتلغى لها جون ومره ليك ومره عليك. لكن هنا مش بالطريقه دي، مش مره ليك ومره عليك، بالمزاج، عندنا هنا بالمزاج. تعالوا نشوف الحالات اللي انا اتكلمت عليها مع لجنه المسابقات دلوقتي، والحالات اللي كانت بتحصل السنه دي والسنه اللي فاتت وقعدت اتكلم عليها، وازاي ما يكونش فيه عقاب. العقاب مش اهلي وزمالك، العقاب لاي لجنه، اي لجنه ما بتاخدش قرارات حاسمه وصارمه ضد الكل، وما يكونش فيه خط احمر قدام انديه بعينها. تعال نشوف الحالات، والحالات هي اللي بتتكلم. حالات حصلت السنه دي مثلا، احنا قلنا اهو اقرينا حازم لازم يتوقف و8 مباريات، حازم امام لازم يتعلم لانه صغير. كابتن ابراهيم لا، غلطت مره واثنين وثلاثه، والغريب ان الكابتن سمير زاهر طالع يقول لا دلوقتي اصل روروه كلمني ولا بتوع اتحاد شمال افريقيا كلموني فقالوا لي ايه دي التحكيم يا جماعه، دي تكمله التحكيم. ضربه جزاء الكابتن توفيق ما حسبهاش، مش قصتنا، مش مشكله. 3 4 ضرب، مش عايز انا التحكيم دلوقتي يا وائل، خلاص، بغض النظر ادى سحب رجله وايده وكل حاجه، بغض النظر عن الكره دي ضربه جزاء، مش قصتنا دلوقتي ضربه جزاء. ولكن هتوقف عند الكابتن توفيق السيد في حاجه. كره بتاعت احمد جعفر، احمد جعفر شاط كره جامده جدا، جت في لاعب وردت في ايد واحد. انا بقول لكم 10 على 10 يا كابتن توفيق يا سيد ان انت في الكره دي ما حسبتهاش، لانها كره عفويه، كره عفويه غصب عن اللاعب، الكره هي اللي راحت له غصب عن اللاعب. هنا بقى الحكم بيبقى واخد قرار في تحكيمه طول حياته ان الكوره اللي بتيجي في ايد اللاعب عفويه مش هحسبها، والكوره اللي بتيجي في ايد اللاعب قصد هحسبها. كده تعظيم سلام. تعالوا نشوف الكوره بتاعت احمد جعفر وجت في ايده عفويه ومش عفويه، ونشيد بالكابتن توفيق السيد. ادي الكوره اهي، ادي بيشوط، رجعت وردت في ايد اللاعب، والحكم قال لك العب عفويه يا ولد يا كابتن توفيق يا صاحي يا جامد، ادي جت في ايده اهي، خلاص
ادي جت في ايده اهي، وانا بقول له 10 على 10. ده قناعاتك يا كابتن توفيق، وده انت بتحكم كده طول عمرك. طب ادي الكره بتاعت بتروجيت اللي حسبت ضربتين جزاء على الزمالك، جت في دماغ احمد مجدي واحتمال تكون جت في ايده. لو جت في ايده هتبقى عفويه. مش معنى العفويه هنا ما حسبتهاش يا ابو الكباتن. ادي دماغه الاول اهي، وطبعا تشريحيا لازم يكون ان مادد ايده، لان هو بيطلع الكره بدماغه، مش هيبقى مكتف ايده. لعيب الكره هيعرف مش كتف ايده، بيطلع الكره بدماغه، لازم يكون فارد ايده. ادي جت في دماغه وما اعرفش جت في ايده ولا لا، والله ما اعرف، زحلقت بقى من على دماغه او جت في ايده عفويه وات ايفر. ليه حسبت هنا وما حسبتش هنا؟ ما انت راجل بتاخد بالعفويه، لا الغلط يعني غصب عنه، لا حاجه غريبه في التحكيم.